السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي عزيز الأبيري عزيز إجرتي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد على القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الضريبة على السيارات بالمغرب لا يمكن تحديد آخر أجل للأداء. جعل قانون المالية برسم السنة المالية الجديدة سنة مفصلية في مجال مكافحة التملص من أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات المعروفة باسم الانفينيتي، التي يتعين أداؤها في أجل إحصاؤه 31 يناير من هذه السنة. وهكذا ينص قانون المالية لسنة 2021 على عدم السماح ببيع السيارة في حالة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات عن السنوات السابقة. ومن شأن هذا الإجراء أن يجعل معاملات السيارات وخاصة المستعملة أكثر شفافية، مع تمكين إدارة الضرائب من تحصيل موارد مهمة. وضمن نفس السياق تنص المادة 263 من المدونة العامة للضرائب على أنه لا يمكن أن ينجز باسم المتخلي له أي تفويت لناقلة المفروضة عليها الضريبة الخاصة السنوية على السيارات، ما لم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن السنة الأداء الجارية أو الإعفاء منها. ومع أن هذا الإجراء يأتي في سياق صعب يتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا كوفيد-19، فإنه سيشجع المشترين المحتملين الذين كانوا يترددون في المخاطرة باقتناء سيارات مستعملة خوفا من اضطرارهم إلى أداء مبالغ باهظة. ولم تتغير تعريفة الضريبة الخصوصية السنوية.